كده الكابتن زيزو، عشان برضه لقيت برضه فرحه وماء. مش فاضيين لك يا كابتن احمد سيد بيزو. يا عم الحاج، لما انت طالع تقول كل حاجه ممكن، وانت طالع ليه؟ ما احنا عارفين ان كل حاجه ممكن. يعني الاهلي كان ممكن يبقى كويس، كان ممكن اللعيبه كانت ممكن تبقى حلوه مع بعض، كان ممكن. ممكن يكون نقطه لبس اتاثرت بوجودك، ممكن. طب انا لو كنت مكانهم كنت ممكن، ممكن. ايه يا عم؟ هو دي حلقه ممكن؟ يعني دي حلقه ممكن؟ يا سيف، إيه يا زيزو، ايه يا رجاله، ايه اللي احنا فيه ده؟ ده انتوا تعبتونا، ده انتوا قرفتونا، ده انتوا يعني شلتونا. ما خلاص يا سيدي، ما خلاص يا عم، هي غنيوه. ما خلاص يا سيدي، ما تلعب يا عم مع الاهلي السنه الجايه ولا مع السنه اللي وراها. هو انت يعني كنت فتحت عكه في الزمالك؟ ما انت كنت بتلعب يا عم مع الناس وبتجيب لك ضربتين جزاء وهبتاكل، وهبتاكل يا عم زيزو. يعني ما عملتش اللي ما اتعملش، ولما خدتوا دوري ما خدتوش انت. كان فرقه الزمالك هي اللي جابت الدوري. ما كنتش انت النجم اللي شايل الفرقه يعني، ولا كنت انت القطار اللي يسود وراه اللاعبين. كان في 65 لعيب غيرك كويس. فخد نفسك كده يا عم وبالراحه، وانا ما بيهمنيش حد. وعرفني معنى الضغط، اعرفك معنى الضغط في البرنامج يا زيزو. يعني احنا هنيجي نشتغل معاك. ما هو المنطق يا عم ده؟ يا عم ايه ضغط ايه؟ طبيعي يابا ان انت عادي، ما فيش حاجه لما تبقى ردودك طبيعيه. انا بلعب قدام فريق القديمه وجمهور فريق القديمه اللي 6 سنين معاه ونجموني وعملوا اسمي سيد زيزو، وتدي للناس حقها. فطبيعي ان انا ابقى مضغوط ولكن ضغط ايجابي، انا بحفز بنفسي عادي. لا انا مش عارف اعمل ايه، وبقعد اسمع شتايمهم، مش فاهم ايه. هي الناس عملت ايه يا عم غير هما شهرين ولا حاجه نزلوا عليك بانك تجدد؟ ما جددتش، شتموك عشان لقوك بتلون ومش عايز تعلن انت مجدد ولا مش مجدد، ومش واضح. هو المشكله ان انت ما كنتش واضح. لو انت قلت من الاول انا مش مجدد زي اي لعيب محترم، لكن انت لعيب مش محترم. انت لو لعيب محترم كنت قلت انا هجدد او لا. لكن انت لعيب مش محترم، قعدت تلون على الناس وتطلب في فلوس وتعمل، وانت اساسا شغلك مخلص مع الاهلي ورايح تعمل لنا الفيزا، وانت لسه على قوه الزمالك عشان تلحق تسافر كاس العالم. الخيبه والندامه ليك وللاهلي. خلاص بقى، ما تبقاش تعمل لنا فيها. ما هو الضغط؟ يعني فهمني يعني ايه كلمه ضغط؟ انا كلمه ضغط يعني جاي تعمل محو اميه في حلقه بتاع سيف زاهر؟ حاجه يعني كوميديا. سيف زاهر كوميديا اكتر. جايب له الناس يا عم سيف، ما بتجيبش الناس تخبط في الناس عشان توري له الناس اللي شتمت فيه. ما خلاص يا عم سيف زاهر، ده احنا في ايام مفترجه في العشر الاوائل من ذو الحجه. راح تجيب له فيديوهات للناس اللي خبطت فيه عشان هو يخبط فيهم، او تطلعه مسرح؟ اعلام رخيص ولاعيبه رخيصه وحاجه كرب. ما كانش في حاجه حلوه السنه دي غير الزمالك وجمهوره اللي عملوا التابلو اللي استمتعنا بيه الموسم ده.